السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتعلم واحدة من أهم المهارات اللي أي حد لازم يعرفها في الإكسل، اللي هي إزاي نعمل بيزك فورمز أو الصيغ الأساسية. ما تقلقوش، الموضوع أسهل بكتير من اللي متخيلينه، وهنشتغل مع بعض خطوة بخطوة. خلينا نبتدي بأول خطوة اللي هي يعني إيه فورمولا. الفورمولا دي هي معادلة بسيطة بيحسبها الإكسل، وأكيد أهم حاجة لازم نفتكرها إن أي فورمولا لازم تبدأ بعلامة اليساوي. بمجرد ما تكتب يساوي الإكسل بيعرف على طول إنك هتبدأ حساب. خلونا نبتدي دلوقتي تدريب عملي على الجدول اللي معانا ده. فلنفترض ان انا حد عنده محل ونازل اشتري بضاعة للمحل بتاعي. نازل اشتري منتجات كتير، وكل منتج هجيب منه كميات، وطبعا عشان انا هاخد كميات فهاخد خصم على ايه المنتجات دي. فانا دلوقتي قدامي 5 منتجات، كل منتج السعر بتاعه موجود، والكمية اللي انا هشتريها من المنتج ده او اشتريتها اوريدي من المنتج ده موجودة. طب انا عايزه احسب دلوقتي كل منتج انا بالكميات بتاعته كلفني كام، وعايزه احسب بعد الخصم هيبقى كام. تمام، عشان اعرف ايه هحاسب ازاي والكلام ده كله. فنبتدي اول حاجه نعرف ان انا المنتج رقم 1 ده هو سعره 50 جنيه، وانا هجيب منه قطعتين، فكده اجمالي هيبقى كام. اول حاجه في الفورمولا زي ما قلنا لازم نعمل علامه يساوي، فانا بكتب يساوي. وعندي طريقتين، يا اما اقف على الخلية وادوس عليها وهتظهر لي، يا اما ان انا اكتبها بايدي. يعني هكتب يساوي، والخلية دي زي ما قلنا احنا بنقرا الخلية عمود وصف، فاحنا هنكتب مثلا B1 سوري B2، فهيظهر لي دلوقتي ان انا عندي ايه الخلية اللي هي B2. هضربها عشان اعرف الاجمالي، فانا هضربها في الخلية اللي هي C2، فانا هكتب C2. وطبعا عشان اظهر بقى العملية الحسابية دي بعمل ايه انتر. اصبح هنا عمل لي ايه ضرب لي 50 في الاتنين فادتني 100. طيب هل انا بقى في الاكسل هنزل خلية خلية وابتدي احسب فيها اللي انا عايزاه، ولا في طريقة اسهل؟ طبعا احنا اتفقنا ان الاكسل عنده طرق كتيرة جدا بيسهل علينا الشغل بتاعنا. فهنبتدي نقف عند اول خلية، ونيجي زي ما قلنا كده عند اخر كورنر في اليمين تحت، هلاقي لما اقف عليه علامة الزائد اللي هي رفع دي ظهرت لي، هدوس عليها واشد لتحت. اصبح ان هو دلوقتي عمل ايه، خد لي رقم من هنا ضربه هنا، واصبح اداني السعر النهائي في الخانة اللي قصاده. طب انا كده حسبت كل الايه المنتجات، وحسبت كل منتج بكميته عمل لي ايه اجمالي السعر بتاعه كام. طب فلنفترض ان انا عايزه اعرف قبل الخصم. تمام، انا يعني كان المفروض هدفع كام قبل الخصم. اعمل ايه؟ عايزه اجمع كل الاجمالي ده، فهعمل ايه؟ هاجي اكتب يساوي، امشي بقى خليه خليه واكتب مثلا دي 2 زائد دي 3 زائد دي 4. لا طبعا دي صعبة جدا. انا هكتب له يساوي واجي اعمل له sum. دي عملية حسابية موجودة في الاكسل، بدوس عليها، هي موجودة تلقائي، بدوس عليها بيقول لي، بيفتح لي بقى قوس كده يقول لي انت عايز تجمع ايه. هقول له انا عايز اجمع كل دول كده من اول الدي 2 لحد الدي 6. هو ممكن يقول لك انت عايز تجمع التيبل تيبل 1 كله، اقول له وممكن برضو اروح عامله له بطريقه تانية، اقول له انا عايز من دي 2 واحط نقطتين فوق بعض كده الى دي 6 واقفل القوس. يبقى هو كده هتلاقوا لاحظوا معايا كده ان في هنا ظهر لي زي بوردر لونه ازرق، يعني ده بيفهمني ان انت هتجمع الجزئيه دي بس. وادوس انتر، راح جمع لي كل الحاجات دي او كل القيم دي، ادهاني قيمه تحت اجماليها. طب انا عايزه دلوقتي احسب بقى. طبعا احنا قلنا ان احنا بنشتري كميات، فانا عندي كل حاجه عليها خصم، بس المنتجات خصمها مختلف. طب انا عايزه احسب خصم كل اجمالي منتج. هعمل ايه؟ هاجي دلوقتي هنا في اللي هي الخانه اللي هي بتاعت فاينل برايس او السعر النهائي، وزي ما قلنا لازم عشان ابتدي اي فورمولا بكتب يساوي، واقول له انا عايزه اعرف السعر النهائي ده كام، عن طريق ان انا اقول له انت هتاخد السعر الاجمالي ده وتطرحه من
السعر الاجمالي في نسبة الخصم عشان اطلع ايه اللي هو السعر النهائي خالص. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي عايزة اعرف السعر الاجمالي ايه، يبقى اولا عايزة اعرف نسبة الخصم. فانا ممكن لو عايزين بطريقة سهلة نعمل insert هنا ونكتب هنا ايه البرسنتج مثلا، اللي هي مثلا نسبة الخصم زي ما قلنا عشان نظبط العمود يبقى فات ان احنا ايه بنقف على اخر العمود نعمل دبل كليك. انا دلوقتي بقى عشان عايزة اعرف نسبة الخصم كام بالظبط، يعني 10% من اجمالي السعر اللي هو 100 جنيه دي هتبقى كام. فانا هاجي اكتب يساوي واضرب 100 في 10 واقول انتر، هيظهر لي ان نسبة الخصم بتاعت 10% هي 10 جنيه. طيب عشان اعرف الفاينل برايس هروح طرحه مثلا 100 جنيه من 10 جنيه. طبعا كده انا بصعب عليا الامور وبزود عليا الشغل. انا عايزه اسهل على نفسي طبعا الشغل ده، ومش عايزه ان الشغل يكون بياخد مني وقت كتير. فهنخلينا زي ما كنا بنعمل اول، هنقول ايه ان انا عايزه الدي 2 هطرحها من ضرب الدي 2 في الاي 2، هيطلع لي على طول الاجمالي بتاع السعر بعد الخصم اللي محطوط. طيب عايزين برضو نطبق على كل الخلايا اللي تحت زي ما اتفقنا، هنعمل بس ايه نسحب المعادلة كده لتحت، اصبح ان كله يعمل لي ايه الخصم بتاعي. وكذلك ان انا لو عايزه احسب برضو نسبة الخصم كام بالظبط كفلوس نقدية، اسحب كده وانزل خلاص هو حسب لي ايه الخصم بتاعي كام. طب انا عايزه احسب هنا اجمالي الفلوس بعد الخصم زي ما اتفقنا بيساوي واقول صم، واهي صم ظهرت لي، وابتدي اقول له ان انت ايه اجمع لي العدد ده واقول انتر. كده انا عرفت ان انا المفروض لو مفيش خصم كنت دفعت 1010 وبعد الخصم انا دفعت 898 جنيه ونص. وبكده هنكون عرفنا ايه هي العمليات الاساسيه في الاكسل وازاي نقدر نعملها. بص هو بصراحة اول ما تتعود عليها هتحس ان الاكسل يعني بقى حاجة لذيذة كده وسهلة قوي. ولو عجبكم الشرح ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واستنوني في الفيديو الجاي.